يا مساء الهنا والسعادة عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. النهارده هنعمل مع بعض شوية قلقاس كده في السريع من اللي مخزنينهم في الفريزر. يا رب بس الحاجات اللي بنخزنها نستعملها ما نركنهاش. وهنعمل جنبها شوية فريك كده حلوين، ومعاهم كام قطعة كده من الفراخ. تعالي هقولك انا جبت ايه وهنعمل ايه مع بعض. اولا هنا بصوا زي ما انتم شايفين انا معايا القلقاس اللي انا كنت مخزناه اهو. انا بحطه كده في كيس، وبحط السلق بتاعه برضو في كيس معاه في نفس الكيس، عشان ما اقعدش ادور على كل حاجه لوحدها. فبحطهم الاتنين في قلب كيس واحد. تمام. اهو بص انا بفتحه كده بس بوريكم لونه ابيض اهوت وزي الفل ما فيهوش اي حاجه. وبوريكم ان هو متجمد اهو اهو زي ما انتم شايفين. ببقى حاطه معاه السلق بتاعه في كيس لوحده، وبحطهم مع بعض. معايا هنا صدر فرخه كده قطعته قطع، ومعايا شويه كده من الفريك، حوالي كوبايه من الفريك. غسلتهم كويس ونقعتهم وقطعت صدر الفرخه، وتعالوا نشوف هنعمل ايه. بصوا ده القلقاس اهوت، وادي السلق بتاعه. بصوا متجمد. اول ما تديله شطفه هتلاقيه بدأ يفك منك. تمام. اهم حاجه ما نسيبش الحاجه لما تفك. احنا عارفين الحاجات اللي بنخزنها لازم ننزل بيها على طول وهي متجمده في قلب الصلصه او الشوربه، او الحاجه اللي هنحطها فيها. تمام. الشوربه عندي كده غليت اهيت. هنزل كده بالقلقاس بتاعي. تمام. خلاص. بصوا وهو متجمد ولونه بصوا جميل ازاي. ما بعملش اي حاجه غير ان انا بقطعه قطع زي ما انتم شايفين كده، وبعصر عليه عصره ليمون عشان ما تغيرش اللون بتاعه، وبحطه في الاكياس وبس كده. وبحط معاه السلق بتاعه بالطريقه اللي انتي بتحبيها. انا بديله تتبيله كده، بدبله شويه عشان يتضرب معايا باسرع في الخلاط، وبقوم ضرباه حطاه في اكياس. خلاص. بعد ما بدأ كده ياخد غلوتين في قلب الشوربه بنزل بالسلق بتاعي، علشان لو حطيت السلق من الاول بتحسي ان القلقاس غمق كده. فانا بعمل ايه؟ بديله خلوتين كده مع الشوربه، وبعد كده بنزل بالسلق بتاعي. هسيبه كده بقى لحد ما السلق يفك، ونروح نعمل الطشه بتاعه القلقاس بتاعنا. تمام. هعمل ايه؟ هحط معلقه كبيره كده من السمنه. تمام. وبعد كده بعد ما بدأت ان هي تسيح بنزل ب بصلايه. تمام. حجم البصلايه ده يرجع لك، انتي بتحبي البصل كتير بتحبي البصل قليل براحتك. انا حطيت بصلايه متوسطه. تمام. بعمل ايه؟ بسيبها بقى لحد ما تدبل كده وتبقى تبدا ان هي تاخد لون مصفر شويه. بصوا اهو. بعتذر البخار بقى بيبقى مخليني مش عارفه اصور لكم. هي دوبك بتدبل كده وتبدا ان هي تصفر. بنزل بمعلقه كده كبيره من الثوم اهو. يا رب يكون باين معاكم. بصوا معلقه كده من الثوم. تمام. بديهم بقى تقليبتين كده لحد ما يبداوا ياخدوا لون هما الاتنين، الثوم والبصل. و بعمل ايه؟ بقوم نازله بمعلقه من الكزبره عليهم. خلاص. اهو هسيبهم بس ياخدوا لون اصفر شويه، وبعدين بنزل بنص معلقه كده من الكزبره. الناس اللي مش بتحب الكزبره ما تحطيش، مفيش مشكله، مش هيجرى اي حاجه. خلاص. هقلب بقى تقليبه كويسه كده مع بعضيهم لحد ما ياخدوا لون ذهبي. وبعدين بنزل بيهم كده على القلقاس بتاعي اللي بيبقى خلاص. انا موطيه النار بس علشان اعرف اوريكم من الدخان، انما انا هو سايباه على النار ما تقلقوش يعني. تمام. اهو بصوا لونه فاتح وجميل، وبجد يعني دايب خالص زي الزبده كده بالظبط. تعالوا بقى نروح نعمل الوصفه التانية اللي هي الفريك بقطع الفراخ. جبت طاسه، حطيت فيها معلقه كبيره من السمنه عليها شويه من الزيت، وهنزل ببصلايه كبيره كده. تمام. هسيبها تدبل واحط عليها شويه ملح كده بالتوابل، وهسيبهم يتبلوا مع بعض. خلاص. ياخدوا دبلان كده بس، ما بياخدوش لون. وبعد كده بقوم نازله بقطع الفراخ. ده صدر فرخه. تمام اهو. بنزل بيه كده على البصل عشان ياخد تشويحه حلوه معاه اهو. تمام. هقلب بقى كده مع بعض لحد ما تبدأ الفراخ تغير اللون بتاعها كده، يبقى لون ابيض فاتح اهو. اديها تقليبه كده مع بعضهم. بصوا اول ما الفراخ هتغير اللون بتاعها
انا دلوقتي هحط اللورة والحبهان واي توابل بتحطيها مع الفراخ حطيها دلوقتي، مفيش مشكلة. خلاص. خلاص. اول ما تبدأ بقى تاخد اللون الابيض اللي انت هتشوفوه دلوقتي اهو، بعمل ايه؟ بنزل بقى بالفريك ياخد برضو تشويحة كده وتقليبة معاهم اهو. تمام. ببقى مصفيه كويس جدا من الميه علشان يشرب كده من السمنه والزيت والتوابل اللي انا ببقى ايه حطاها على البصل والفراخ. تمام كده. اديهم تقليبه كويسه اهو. اهو تقريبا كده في السريع، يعني كل الوصفات دي انا بعمل كل حاجة على عين، مش بعمل كل وصفة لوحدها، ولكن علشان ما تتوهوش من الوصفة بخليكم كلها جزء لوحده يعني. تمام. ولكن انا بعمل كل حاجة على عين. خلاص. اهو بدأت كده ان انا خلاص احس ان هو اتغلب بالمادة الدهنية اللي نازلة معايا من الفراخ والبصل. هنزل بقى كده بطماطميتين، باتنين طماطم. تمام اهو. هقلب بقى تقليبه حلوه كده. تمام اهو. الموضوع كله ما بياخدش اي وقت خالص، سهل جدا بسيط، في دقايق بيتحضر، وتغيير للفراخ وتغيير في الاكل عموما. حطيت كده كوبايه من الميه اهو، وهقلبهم مع بعض كده واسيبهم ياخدوا غلوتين. وبعد كده بعد ما بياخدوا كده كام غلوه اهو، بصوا اهو، هديهم بس كده كام غلوة على النار من فوق. وبعد كده بقوم واخداهم حطاهم في الطواجن. تمام اهو. بصوا بعد ما خدت كام غلوة، بصوا اللون بتاعهم جميل ازاي. جبت الطواجن بتاعتي اهي. هعمل ايه؟ هحطهم كده في قلبي يكملوا سوا في الفرن ويتشمعوا كده، والميه اللي فيهم دي تتشرب. تمام اهو. بحيث ان انت ايه ما تاخديش وقت طويل ولا تقعدي كتير جنب الفرن ولا اي حاجة اهو. طلع كده قطع الفراخ لفوق شوية علشان تاخد لون اهو. تمام. احنا يعني 5 افراد، فصدر فرخة ده حلو جدا يعني، كفانا يعني وفاض كمان اهو. ادي الفريك. الفرخة طبعا كانت كبيرة، ويعني عاملة لها حوالي 3 كيلو، فعشان كده الصدر بتاعها كان كبير. والقلقاس لونه جميل جدا فاتح. عملت جنبهم شوية رز كده بالشعرية، و شوية كده بقى من المخلل. عايزة تعملي سلطة براحتك، كل الحاجات دي في ايدك انتي. انا بس بديكي فكرة، وانتوا طبعا اشطر مني بكتير. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، والوصفات تكون بسيطة وسهلة عليكم وما تعبتناش. جربوا مش هتندموا. اشوفكم على خير في وصفة جديدة، ومستنية منكم تعليق حلو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشوفكم على خير في وصفة جديدة. سلام.